لا تخافوا ولكن احذروا. هو ايه اللي بيحصل مع مطورين الساحل الفترة دي؟ 54 شركة اتسحبت الأرض منها، شركات تانية جالها وقف إداري فقط. أنا عن نفسي شايفة إن كل اللي بيحصل ده في مصلحة المستثمر، لأن ده هيخلي كل شركات التطوير العقاري اللي بتبني في الساحل هتكون متأكدة قبل ما تطرح المشروع من الأوراق القانونية بتاعتها، زي إن ملكية الأرض، رخصة المشروع، الكلام ده كله. لو انت شاري أو بتشتري مع ديفيلوبر بيج نيم ما تقلقش خالص. اما لو انت شاري مع المطورين اللي اتسحبت منهم الارض، اكيد الدولة هتساوي الموضوع ده بشكل مرضي لحضراتكم. يمكن علشان كده دايما بنقول اختار المطور اللي عنده سابقة اعمال تكون مطمن لها. انا معاكم، هتابع التطورات وهنقلها لكم لحظة بلحظة، بس الحقيقة انا مش هينفع اذكر اسامي الشركات في فيديو عام. خلينا نشوف الايام الجاية هتقول ايه.